واحدة وقررت تسامح جوزها وتمشي عكس التيار النسوي المتعفن، نازلين فيها سلخ وجلد وتقطيع. لقاء الخميسي كانت في موقف قوة كاسح، الكل كان متوقع منها رد فعل عنيف جدا، لكن انها تاخد الموقف المعاكس تماما وتخالف كل التوقعات دي وتدوس على كبريائها الشخصي ووجعها عشان مصلحة الكيان الاكبر اللي هو الاسرة، ده بقى اللي مش عادي بالنسبة لي. دي ثقة مرعبة في النفس. اللقاء الخميسي هنا بالظبط عاملة زي اللي معاه سلاح فتاك والعالم كله مستني ان هو يدوس على الزناد ويقتل اللي قدامه اللي في موقف ضعيف، بس هي اختارت ان هي تنزل المسدس وهي قادرة انها تضرب وتقتل ومفيش مخلوق يقدر يلومها. طبعا انا هنا مش بجمع، بس مشكله بتوع النسويه او الفيمينيزم مش ان هي سمحت، مشكلتكم الحقيقيه مع نفسكم. عايزين الكل يبقى زيكم، احرار بس واحدين، مستقلين بس تعساء. لما بتشوفوا واحده زي لقاء داست على مشاعرها عشان مصلحه العيله، ده بيحسسكم بضآلة فكركم وفشل نظرياتكم، وكأن القوه معناها الهدم والاستقلال معناه القطيعه. اي حد يقدر يهد، بس مش اي حد يقدر يتخطى ويحافظ ويبني. لكل الستات اللي محافظه على بيوتها واسرتها، اوعوا حد يهز ثقتكم في نفسكم ويحسسكم ان انتوا قليلين عشان بس سامحتوا، او عشان فضلتي بيتك على كاريرك، او حتى عشان شايفه ان خدمه بيتك شرف مش عبوديه. انت بتعملي اعظم دور في الوجود، انت اللي بتبني المجتمع بجد. سيبوا البيوت في حالها وكفايه سم في عقول البنات. وعشان محدش يفهمني غلط، مش كل ست وحيده فاشله، ولا كل ست مطلقه غلطانه، ولا كل ست اختارت كاريرها تبقى ضعيفه، بس كل واحد حر وكل واحد لازم يتحمل نتيجه قراراته. سيبوا الناس في حالها. يوسف ماي سون، اي لاف يو. سلام عليكم.